الحكايه؟ والله فاكر زي ما سيادتك شايف، يعني انا كنت الموضوع ده حصل من 3-4 ايام تقريبا. ما عايزين نقول الاول احنا فين، قول لي احنا فين دلوقتي، قول لي الناس اعظم مكان في جمهوريه مصر العربيه، احنا في منطقه اللسان يا فندم، على اللسان مباشره، كافيتيريا منطقه البحرين على اللسان مباشره. الطبيعه والجمال يعني مش عارف اوصف المكان من روعته وجماله. وللاسف زي ما سيادتك شايف المجاري صفحه فيه. الموضوع ده على فكره بيتكرر عندنا دايما. حصل من حوالي 3-4 ايام طلبت السيد رئيس المدينه مشكورا قال لي ازاي وهطلب واحد اسمه حنظله تقريبا ماسك المجاري وهعمل وهسوي وهترك، وازاي الموضوع ده يحصل هنا والمنطقه دي ما ينفعش فيها الموضوع ده. ماشي يا ريس، يعني ينفع يرضيك؟ قال لي لا معلش. المهم طلب بتوع المجاري جم فعلا بتوع المجاري. جه راجل مختص قعد يفتح البلاعات الرئيسيه العموميه مليانه كلها على الاخر، واتضح في الاخر ان الموظف اللي هو ماسك محطه الرفع مش موجود. طب مش موجود ليه؟ ما شغلش المحطه عشان خاطر يشفط من المواد البلاعات الرئيسيه اللي هم بيقولوا عليها. انا ما بفهمش. واتحل الموضوع بصفه وديه وخلاص تمام مفيش مشكله. مع العلم اللي حصل عندي خساره جامده، كنزات اتبهدلت وميه معدنيه باظت، وطبعا ده اكل، دي حاجات اكل وشرب ما ينفعش حتى لا ضميرا ولا اخلاقيا ولا اي حاجه ترضي ربنا ان انا احط الحاجات دي في الثلاجات واديها للناس. وبناء عليه رميتها واستعوضت ربنا وسكت. السيد رئيس المدينه وعادي ما عادش هيتكرر. فوجئ النهارده كام؟ النهارده ايه؟ والله النهارده تقريبا 31/7 تقريبا. والساعه شوف سيادتك كام دلوقتي؟ الموضوع ده حصل بقاله ساعتين بالظبط، الساعه 12 ولا 1 والله ما عارف. 7:30. والله يا فندم شوف، يعني ده ما يرضيش ربنا. الفرش اللي جاي بألوفات دوت، المكان المتأجر بكام 100,000. وطبعا السيد المحافظ يعلم الكلام ده كويس وعارف هو المكان ده فين ومتأجر بكام. فده ما يرضيش ربنا ابدا ابدا، حرام. وليه؟ انت بتطالب بايه دلوقتي؟ انا بطالب ده ما ينفعش. السيد رئيس المدينه ده ما ينفعش رئيس مدينه اطلاقا. هو لو كان عاقل السيد الموظف المحترم اللي اهمل في شغله وعمله وراح روح بيته وساب محطه الرفع ما شغلهاش، ما كانش اتكرر بعدها بيومين او 3 ايام بالظبط. واخد بال حضرتك؟ انما لا احنا ما شفناش الكلام ده في عهد السيد اللواء احمد اللي هو كان رئيس المدينه قبل كده. ما شفناهوش ولا حصل. وكان راجل عسكري اللي يقول لك ياخد حكم العسكر، ده راجل كان عسكري ماشيها كما يجب. والله يا فندم عايز انقل الصوره ان احنا واقفين في مكان من الاماكن العالميه فعلا، وشمين ريحه مجاري. يعني دلوقتي الميه دي ميه مجاري، دي ميه مجاري. فين تحت الاماكن اللي تحت اللسان. دي بعد اذن معلش انا ما عنديش هنا دورة ميه. في دورة ميه عمومي، انا هنا ما عنديش دورة ميه في الكافيتيريا اللي سيادتك شايفها دي 300 متر مساحتها، ما فيش فيها دورة ميه. هم عاملين دورة ميه عمومي، واخد بال معلش؟ يعني المجاري دي صفحه من الرئيسي، المحطه الرئيسيه ما اشتغلتش وما بتشتغلش، واخد بال معلش؟ ده لو يرضيكوا او يرضي ربنا ويرضي السيد المحافظ. في النهايه عايزك تقول اسمك. أنا اسمي ياسين زهران، صاحب كافيتيريا منطقة البحرين على منطقة اللسان. وطالب ان يعني هو يعني اذا كان يجوز او ينفع لو يرضي السيد المحافظ ان حازم بيه اللي هو رئيس مجلس المدينة ينفع رئيس مدينة على الوضع دوت سيبه. انما ده لا يرضي حد ولا يرضي ربنا ولا يرضي اي بني ادم على الارض. الخساره اللي تتكرر كل 3-4 ايام هتبقى لي 10-15 الف جنيه بضاعه تترمى وفرش يتبهدل بالالوفات. خلاص. شكرا. شكرا.